سلام، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بما انه رانا في شهر رمضان، يعني العشية مور الفطور نحبوا تحلية تكون بنينة شابة. وانا لهنا جبت لكم تحلية اللي انا سميتها موخيطو، يعني لاخاطش فيها مكونات تاع الموخيطو. تحلية شابة بزاف وبنينة بزاف، ونتمنى تخلوا لنا جيم في لا فيديو، وتخلوا لنا كومنتير باش تطلع لا فيديو تاعنا وتعم الفائدة على الجميع. والمكونات اللي عندنا لهنا، عندي 140 غرام تاع عصير ليمون، 150 غرام تاع سكر، ونزيدو كمية مليحة من النعناع اللي نكونو شللناه. طبعا نحينا غير الورق تاعو ونحكمو بالبغا ميكسور، نضربو مليح ومن بعد نصفيه في الصفايه، نحيلو كاع هذوك الشوائب ولا كاع هذاك النعناع اللي يقعد، نصفيه مليح. من بعد نزيدلو 3 حبات بيض. هنا ملاحظه، الا ما شد لكم شفتوه ما شد لكمش مليح، زيدولو، ولا ممكن قبل ما تحطوه على النار زيدوا له ملعقه صغيره تاع مايزينا وحطوه على النار. خلوه يتقال حتى يغلي مليح، يتقال كيما راكو شفتوا. ومن بعد نحوه نفرغوه دون ان رامكان، ونعاودو تقدروا حتى تعاودوا لاسبتو دي غريمو ولا عاودو صفوه. نديرو البابي فيلم اون كونتاكت باش ما يديش هذاك الوجه بيان سور، ونحطوه في الثلاجه. يعني هو الا ما حبيتيش تحطيه بزاف في الثلاجه، قلت لكم ديروا له هذيك الملعقه صغيره تاع لا مايزينا. لا فيديو هذيك تاع وين يعني كنت شكلت هذوك الكؤوس تاوعي، درت الكاطو هذاك تاع لونغ دو شا تاع لي بيبي، ويعني البسكوي اللي حبيتو ديروه. طبعا درت هذيك لاموس اللي خدمتها والشانتيي من الفوق، ولكم التزيين، لكم الاختيار في التزيين. وشوفوا كيفاش جاو البنه، وحد البنه ما شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.